انت بتبص لي ليه؟ ما تبصليش طق. والله العظيم. دلوقتي العيد بقى عباره عن ان هو بلاعه بتتفتح بيطلع منها كل القاذورات بتاعت المجتمع لمده 3 4 ايام، وبعد كده الدنيا بتنضف تاني. وبعدين معاكم بقى، مش هنخلص احنا من الموضوع ده. واتساب عليكم يا تمين وتبات، واهلا بكم في قناتي واهلا بكم في حلقه جديده. الفيديو ده هنتكلم عن ايجابيات مصر علشان الناس ما تزعلش. الناس زعلانه قوي ان انا عملت فيديو اتكلمت فيه الفيديوهين اللي فاتوا عن اللي حصل معايا في مصر، وبعد كده تابعته فيديو تاني بيتكلم عن بقى ايه، يعني الناس اللي بتدافع والناس اللي ما عندهاش اي مشاكل في اللي بيحصل كل الكلام ده. ففي بعض الناس شايفه ان هو، طب يا عم الحاج قول لنا يعني ايجابيات في مصر، هو كله سلبيات سلبيات؟ شوف، اقول لك على حاجه. انا القناه بتاعتي دي في اي جزء من المحتوى اللي انا بقدمه، سواء مثلا المحتوى بتاع السواقه والطرق والولايات، سواء محتوى الجيم، سواء المحتوى بتاع الكلام او التوعيه، انا مش هقول غير الحقيقه. انا مش هقول غير الحقيقه، عاجبك او مش عاجبك، باحترام كده تمام. مش هطبل لحاجه، ولا علشان اسعد ناس معينه اقول كلام مش صح. فانا مش هقول غير الحقيقه، والحقيقه دي من وجهه نظري الشخصيه. الناس هتتفق معايا فيها والناس مش هتتفق معايا فيها. خليك عارف حاجه، ان في كل حاجه في الحياه، تمام، في ناس هتتفق معاك وفي ناس مش هتتفق معاك. ليه؟ لان الحياه عباره عن تجارب شخصيه. التجارب الشخصيه دي كل انسان بفرده لوحده كده هو اللي بيعدي بيها. ففي كل موقف في الحياه حصل مع اي حد، في ناس بتعمل ريليت لي وفي ناس لا. يعني ايه ريليت؟ يعني بيبقى فيه زي صله، كونكشن. ليه؟ عشان بيكون الشخص ده حصل له نفس اللي حصل للشخص ده، فبيسمع منه القصه بيريليت، يقول اه تصدق انا حصل معايا كده. فبيبقى هما الاثنين عندهم نفس الاكسبيرينس او نفس الحدث حصل معاهم نفس الموضوع. ففي كل حاجه في الدنيا، كل موقف وكل حدث على وجه الكوكب ده، اي حد هيحكي اي حاجه هتلاقي ناس بتريليت للموضوع وناس تانية لا. انا النهارده مثلا يعني على سبيل المثال، لو كنت في علاقه سواء خاطب او متجوز، والعلاقه فشلت وما كملتش، وانا مثلا زعلان مقهور متضايق مكسور، احساسي ده مش هيحس بيه واحد مع خطيبته لسه او مع مراته فرحانين ومبسوطين. هو مش هيحس انا حاسس بايه. هو ايه، هيقول لي اه معلش وهيواسيني، بس هو مش حاسس. مين اللي هيحس؟ اللي برضه عدى بنفس الموقف، اللي مثلا خطيبته او مراته سابته او هم سابوا بعض ومكسور بسبب الموضوع، هيحس، هيريليت. لذلك مش كل حاجه انا لازم اقولها لازم تبقى ريليت ليها، مش لازم. مش لازم اي حاجه هقولها هتبقى انت مقتنع بيها او شايفها. ولكن خلينا نخش في الموضوع. ايه ايجابيات مصر؟ خليني اصدمك واقول لك ان من وجهة نظري الشخصية مفيش اي ايجابيات في مصر حاليا، او في الوقت اللي انا كنت فيه مفيش ايجابيات في مصر خالص. لانه حتى زمان كان الواحد بيقول ايه، الناس بتوع مصر كويسين، الناس بتوع مصر طيبين، فلو البلد مش قد كده بس ناسها طيبين. دلوقتي ما عادش فيه الكلام ده. الناس بقت وحشة جدا. طبعا في ناس كويسه في كل مكان، فبالطبيعي في ناس كويسه في مصر، انما هو دلوقتي بقى قله. توافق ما توافقش خلي رايك لنفسك، ماليش دعوه. هم دلوقتي بقوا قله. فحتى الحاجه اللي الواحد كان بيفتخر بيها في مصر، اللي هي حته الناس الكويسه، الناس اللي عندها نخوه، الناس اللي عندها رجوله، الناس اللي عندها جدعنه، مش عارف مثلا العزومات في رمضان، اللمه في العيد، مش عارف فاهم، في حاجات كده كتير قوي، تفاصيل ما بقتش موجوده. ولذلك وحتى الشعائر الدينيه احساسها ما بقاش موجود. رمضان مثلا، رمضان ملهوش طعم، ما فيهوش طعم زي زمان. رمضان دلوقتي بقى عباره عن ايه؟ بقى عباره عن مسلسلات، ويا ريت مسلسلات عدله، كلها مسلسلات قله ادب وسفاله. عباره عن نايت اوتس، يخرجوا بالليل ويروحوا تنتس، خيم، وبيبقى فيها رقص وقله ادب برضه ومش عارف ايه، بس كده. ويعني طبعا بعض الناس بتصلي التراويح، بس يعني يعني الشعور بتاع رمضان
حتى الزينه والحاجات دي كلها بقت مناطق قليله قوي اللي بقت بتعمل الزينه والفوانيس والحاجات دي كلها. العيد، العيد زمان كان حاجه حلوه، كانت حاجه جميله، كانت الناس تتجمع، كانت الناس تخرج. دلوقتي العيد بقى عباره عن ان هو بلاعه بتتفتح، بيطلع منها كل القاذورات بتاعت المجتمع لمده 3 4 ايام، وبعد كده الدنيا بتنضف تاني. فحتى العيد ما بتعرفش تعمل فيه حاجه كويسه والله. حتى الصلاه، يعني حتى الصلاه انا ما كنتش بحب اصلي في مساجد، علشان كنت بشوف حاجات عجيبه يعني، فاهم؟ فحتى الشعائر الدينيه، حتى المظاهر الدينيه، الحاجات دي كلها ما بقتش موجوده، ولو متبقي منها حاجه هي مش حلوه. زمان كان يشتغل درس الدين، او يجي مثلا حلقه على التلفزيون حاجه فيها دين، او الشيخ الشعراوي كان يقعد في المسجد والناس تقعد حواليه، الناس كانت بتحب تقعد تسمع وتستمتع وبتاخد الكلام تستوعبه. دلوقتي اللي بيشوف حاجه فيها دين بيقلبها، سواء على السوشيال ميديا او على التلفزيون، ولو قعد سمعها مش قاعد بيسمعها بتركيز، هو اسمع وطلع من الناحيه التانيه. علاوه على ده بقت الناس بتزايد على اهل الدين. يعني لما يطلع عالم او شيخ او داعيه يتكلم في حاجه، وتلاقي الناس في الكومنتات بيعدلوا عليه. انتوا بتعدلوا على مين؟ انتوا بتعدلوا على مين؟ مش فاهم ازاي يعني، فاهم؟ هو طبعا كل بني ادم خطاء، والشيخ او العالم ده او الداعيه ده ليه ان هو يخطئ عادي. بس يعني انا بشوف بيعدلوا على حاجات ما فيهاش اصلا كلام. يعني بتعدلوا في ايه؟ بتعدلوا في ايه اصلا؟ مسلسلات زمان حتى وافلام زمان وكده، والكرتون اللي كان بيتعرض في رمضان وكل الحاجات دي كلها آه كانت بيدي روح حلوه جميله. دلوقتي بقت كل المسلسلات عري وقله ادب وزعيق وشتيمه وسكاكين ومحمد رمضان. فالناس تاخد تطبق ده في الشارع، البنات يبقوا عريانه زي المسلسلات، والرجاله يبقوا صوتهم عالي ومش مؤدبين ومش محترمين، والعيال بتوع الشارع سب دين وشتيمه وسكاكين وسيوف، واي حد يتكلم كلمه نقتله. انت بتبص لي ليه؟ ما تبصليش طق. والله العظيم. وشفت حاجات من كده مش للدرجات دي، بس انا شفت اللي هو ايه، انت بتبص لمين كده يا كابتن؟ في ايه يا عم؟ هو انت هتمنعني ابص كمان؟ ماشي الكلام ده انا باصص لك مبرق لك يعني، بس انا بقى عادي، الواحد ماشي عادي بيبص يعني، باصص كده باصص كده، فاهم؟ وخلاص بقى الطبيعي ان دلوقتي اي واحد في الشارع من الناس دول يعني شايلين حاجه في جيبهم، يعني موس، سكينه، مش عارف مطوه كده يعني. ده بقى حاجه عاديه طبيعي دلوقتي. عشان ممكن اي حاجه تحصل في اي وقت. زمان كنت تمشي في الشارع نوعا ما كانت الاشكال بتبقى نظيفه شويه، يعني حتى الصيع زمان كانوا نضاف. والله انا ما اعرفش حصل لهم ايه دلوقتي. بتمشي بتلاقي كائنات عجيبه، يعني هو كائن مش تحس انه مش انسان، لانه داخل في بعضه، يعني عامل كده وكده وبيمشي بطريقه عجيبه. وبيبقى مثلا ولد ولابس بنطلون مش عارف مدخله في رجليه ازاي، وشعره حاطط عليه 2 كيلو اسمنت، ويعني اشكال انت قرفان وانت ماشي في الشارع، قرفان وانت قاعد جنبه في مواصله مثلا. طبعا ده بعيد عن الروايح، الروايح دي لوحدها دي قصه تانية خالص. مش يعني مش في الجيم بس، لا في المواصلات او في الشارع واحد بيشم روايح. هو الديودرنت ده او مزيل العرق ده اوبشن او يعني تكنولوجيا حديثه عن مصر يعني. يعني الناس ليه الناس مش نظيفه؟ يعني طب احنا زبالة الشارع والناس بترمي، نقول مثلا ايه مش هاممهم الشارع؟ اه مش بتاعنا مش بيتنا. طب النظافة الشخصية فين؟ مفيش. بنات نص الحجاب والنص الشعر اللي باين، وال 25 كيلو ميك اب اللي على الوش وطبعا النفخ والبوتوكس وكمية البيرسنج اللي بتتحط. يعني مش مثلا حاجة او حاجة سيمبل صغيرة وكده. الروايح البرفيومز والكولونز واللي بتبقى يعني جايبه اخر الشارع. مش كده، مش كده والله. بس كله كوم، وموضوع ان النص حجاب والحجاب اللي عليه حاجات محزقه ده كوم تاني خالص يعني. الولاد وبرضو نوعيه اللبس بيلبسوها، بيلبسوا لبس عجيب جدا، كله ضيق في ضيق، ويعني مش كده يعني اقول لك ايه يعني. لو انت واحد مثلا جسمك حلو وفورمه ولابس مثلا تي شيرت ضيق شويه، اتس اوكي. انما ما يبقاش بنطلون جينز، انت يعني انا اسف رفيع قد خله السنان، ولابس بنطلون جينز ضيق عليك جدا، على تيشيرت قصير وضيق عليك جدا، وشكلك مش حلو.
يعني استنضف شويه اللي بتلبسه واستنضف شكلك شويه. لو الموضه بتاعت الاوفر سايز دخلت مصر خليوها بقى، خلوها دي حلوه. لبس الاكسسوارات بالنسبه للرجاله، حاجه طبعا بشوفها دايما، لبس السلاسل. يجوا يعلقوا لي على التاتو اللي انا عامله من وانا طفل، ماشي، وخلاص يعني تبت عنه وكل الكلام ده، بس هو طبعا ما يعرفش الكلام ده. بس يجي يعلق على التاتو، هو اصلا لابس سلسلتين في بعض، سلسلتين وساعات ثلاثه كمان، مش عارف ان السلسله الاثم بتاعها نفس اثم التاتو، عشان ده تشبه بالنساء، وسواء اللي عامل تاتو او اللي متشبه بالنساء الاثنين ملعونين. فما حضرتك لابس سلسله يعني نصيحتك على راسي، تمام. سواء انا كنت عارف او ما كنتش عارف، نصيحتك على راسي، بس انت ما انت عامل زيي. فايه بقى، انا عندي سلسله فيها صوره ابني، بس مش بلبسها يعني، على طول شايلها في ايدي او معلقها في العربيه عندي او حاططها في الشنطه، وببقى عايز البسها والله، علشان عارف انت اللي هو ايه، احساس اللي لابس سلسله عليها صوره ابني وكده. بس بلاش لزوم خلاص يعني. هو على قد خاتم او اتنين، يعني انا خواتم اوكي، انت فاهم، سيدنا النبي كان بيلبس خواتم يعني، فخواتم اوكي، ساعه، كده بس. يعني اكتر من كده بالنسبه للراجل يعني ما فيش. هو انت عندك الحاجات اللي بتزينك، عندك الدقن والشعر برضه نفس الكلام. خلي بالك انا كل ده ما بقولش سلبيات، انا كل ده بقول ان زمان ما كانش فيه الحاجات دي وبقت موجوده. يعني زمان كانت الحاجات دي مش موجوده، وكان في روح كده حلوه ومش عارف ايه، ودلوقتي ما بقتش موجوده. فانا ليه بقول كده؟ بقولك عشان انا بقول ان مصر ما فيهاش ايجابيات، ما فيهاش ايجابيات نهائي خالص. انا ما فيش حاجه واحده ممكن اذكرها كحاجه ايجابيه. الحاجه الايجابيه الوحيده اللي اعتقد ممكن اذكرها هو الناس اللي لسه كويسه، اللي لسه عندها اخلاق، اللي لسه عندها دين، اللي لسه عندها احساس ومشاعر وكل الكلام ده. لو دول حواليك، يبقى انت عندك عزوه حلوه، عشان ده مش موجود في الغرب. هيبقى عندك عزوه حلوه، ناس تواسيك، يقول لك كلام يريحك، لان في الغرب ما عندهمش الكلام اللي بيريح ده. في الغرب هنا مثلا اخره يقول لك ايه، ام سوري وخلاص، اللي هو ايه، مش ام سوري اللي هو اسف، لا هو ايه يعني، بيتاسف لك على اللي انت فيه. فهنا مفيش كلمات فيها مشاعر قويه زي العربي. فلو انت حواليك ناس كويسه لسه قلبهم نضيف وكل الكلام ده، دي حاجه ايجابيه موجوده في مصر، او يعني في الدول العربيه، بس خلينا في مصر يعني. انك بتلاقي ناس حواليك، صاحبتك بتونسك بتواسيكي ومعاكي وبتكلمك، وفي كلام رايح جاي ومشاعر وحاجات زي كده. بالنسبه للعلاقات ما بين اتنين، نفس الكلام برضو العربي، او في مصر، في كلام وفي مشاعر وفي احتواء وفي تعبير. عكس هنا خالص، هنا ما في، تحس ان الدنيا هنا حتى في العلاقات ما بين الراجل والست، يعني ما فيش مشاعر كده، اللي هو ايه، حتى كلمة I love you لما بتقولها تحس مختلفة عن كلمة بحبك، مختلفة تماما. وبقية التعبير بقى بتاع الحب كله عامة، كل الكلمات اللي بتعبر عن الحب وكل التعبير وكل المشاعر هنا مطفية، ما تحسش ان ليها معنى، ما تحسش انها حاجة قوية. عندنا في مصر جميلة، لذلك بقى ايه، اللي بيحب بجد واللي نيته كويسة واللي قلبه كويس واللي ما عندوش غل وحقد، ده بقى بتكلم في العلاقات وفي الصحاب وفي اي علاقة عامة يعني، ده مكسب حلو. دي الحاجة الإيجابية الوحيدة اللي في مصر، الناس لما بتكون كويسة، الناس لما بتكون كويسة بس. انما اي ايجابيات في البلد، لا مفيش اي حاجة ايجابية خالص 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 خالص، انسى انسى. بص، قول زي ما تقول، انا بقول لك مفيش نهائي اي حاجه ايجابيه جوه البلد. سيستم، تكنولوجيا، نظام، اي، بص، اي حاجه مفيش. هتقول لي بقى ما انت اصلك قاعد في امريكا فانت مش عارف ايه. خلي بالك الغرب كله، مش امريكا بس، عايشين في تكنولوجيا ونظافه وعلم وكل الكلام ده. احنا اللي بره الصندوق، احنا المفروض نبقى زيهم. احنا يعني نفرق ايه عن الغرب؟ احنا نفرق ان احنا ما بنعملش حاجه، قاعدين على القهاوي، ولا في سيستم ولا نظام ولا قوانين ولا حكومه ولا دستور ولا دين ولا اخلاق ولا ناس ماشيه بضمير ولا ناس عندها طموح بس كده. انما لو احنا عندنا كل السيستم اللي ماشي بيه الغرب، هنبقى زينا زيهم. فانت هتلاقي انك عايش عيشه ادميه عادي، وان كل اللي انت قاعد فيه ده اصلا مش ادمي، وان اي حاجه لو قد كده دخلت عليك
هتحس بالنسبه لك انها تكنولوجيا، بس هي في الحقيقه ولا حاجه. في الحقيقه هي دي عندهم في الغرب هنا من الثلاثينات اصلا يعني، وعايشين عليها عادي. لا، مش علشان انا قاعد في امريكا في التكنولوجيا والعلم ومش عارف ايه فاللي هو ايه، فبالنسبه لك مصر طبعا ما فيهاش. لا، هو اللي موجود هنا ده اللي المفروض يبقى الطبيعي، ده اللي المفروض يبقى الادمي في كل الدول العالم كلها. وهو موجود في كل دول العالم، اسيا واوروبا وامريكا، ما عدا افريقيا، ما عدا مصر، ما عدا الدول العربيه. خلينا مصر برضه ما فيش الحاجات دي في مصر، مش موجوده. روح اليابان، روح الصين، روح كوريا، روح امريكا، روح اي بلد في اوروبا، انجلترا، هتلاقي كل ده موجود. احنا اللي بره الصندوق، احنا اللي ايه زي ما المثل البلدي كده اللي هو ايه، ولاد البطه السوداء. ما عندناش اي حاجه، ابسط الحاجات، ابسط التكنولوجيا مش موجوده. يعني الكمبيوتر في المصالح موجود منظر، يقول لك روح بعد ما تخلص اعمل مايكرو فيلم ب 50 جنيه عشان الحاجه تتحفظ. امال الكمبيوتر ده بيعمل ايه؟ انت فاهم؟ فيعني لا، مصر ما فيهاش اي حاجه ايجابيه، وانا متاسف ان انا بقول كده، بس هي دي الحقيقه. الحاجه الايجابيه الوحيده هي وجود الناس على فطرتهم الطبيعيه اللي ربنا خلقهم بيها. الستات بحنانهم وحيائهم وجمالهم و... ومسؤوليتهم، ان هم يعرفوا يتحملوا مسؤوليه واقوياء، ويعرفوا يربوا، ويعرفوا يعاملوا الزوج، ويعرفوا يعملوا كل الكلام ده. الرجاله برجولتهم ونخوتهم وجدعنتهم وكرمهم وادبهم واحترامهم، والاتنين كرجاله وستات يتمسكوا بالدين العروه. دي الحاجه الوحيده الايجابيه، دي لو موجوده تمام، خلاص، بس كده. انما اي حاجه جوه البلد للاسف مفيش، للاسف مفيش. وان شاء الله لو في ابديت بعد كده لقيت ان مصر فيها اي حاجه ايجابيه، هبقى اطلع اعمل لها فيديو مخصوص، مش مشكله يعني. ماشي، انا قلت اعمل الفيديو عشان الناس ما تزعلش، كده الناس هتزعل اكتر. بس معلش، الحقيقه بتزعل، الحقيقه بتزعل. وانتوا اللي عملتوا كده في بلدكم، انتوا اللي عملتوا كده في بلدكم. هنلوم الحكومه والحكم العسكر وحكم الفسكر وبتاع بولشيت يعني، فاهم؟ المشكله في الشعب. يعني ممكن نقول المشكله في الحكومه والسيستم والنظام، متفق 100%. بس انت متخيل لو الشعب ده كله عمل تغيير في نفسه وعمل تغيير في البلد بتاعته، هل تفتكر التاثير السلبي بتاع الحكومه هيكون بنفس القوه دي؟ اسال نفسك السؤال ده وهتعرف ان الاجابه لا. وده كان كل حاجه في فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لي ثامز اب، اعمل سبسكرايب للقناه لو انت ما عملتش، علشان تتابع كل الفيديوهات اللي جايه، وعشان يبقى عندنا امل كده ان شاء الله باذن الله. لان واكيد مش انا لوحدي اللي بتكلم في توعيه وحاجات زي كده، بس ان شاء الله باذن الله يبقى في امل، يبقى في تغيير ان شاء الله. لو 1% على مدار السنين، اهو اسمه تغيير، احسن ما نقف في مكاننا. بس كده، اشوفك في الحلقه اللي جايه ان شاء الله.